المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمسهل بالعناوين. جهود للتوعية بالأمراض المزمنة، تدشين سدين في عد قشي وعد قرب بالإقليم الأوسط، دعوة للحد من اقتلاع الأشجار في شبق، 10 قتلى على الأقل في هجوم نفذته حركة الشباب بفندق في مقديشو، تراجع تاريخي في الاقتصاد الياباني وتوقعات بانتعاش متواضع، واستمرار محاولات إخماد الحرائق المستعرة في غابات كاليفورنيا. السلام عليكم ورحمة الله. قال مسؤول السيطرة على الأمراض غير المعدية في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسب السيد ميكائيل تخلاي إن أنشطة التوعية الجارية بالأمراض المعدية تحقق نتائج مرضية. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية إن أمراض السكري وضغط الدم وأمراض القلب والسرطان والربو والأمراض العقلية من الأمراض المزمنة المستفحلة، وتقدم التوعية في كافة المؤسسات الصحية تهدف لتعايش المرضى مع المرض ووسائل الحيطة التي يجب عليهم اتباعها. وقال إن الأمراض المزمنة تستمر مع المريض بعد الإصابة بها، وعلى المريض إحداث تغيير في الغذاء والحركة وأسلوب الحياة والحصول على الإرشادات الطبية. وأشار إلى العمل لمعرفة الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 40 على أوضاعهم الصحية والحد من المصاعب الصحية قبل استفحالها. وأفاد إن أنشطة النظافة لمكافحة الأمراض المعدية عامة والتراكوما خاصة تحقق نتائج جيدة، والقيام بحملات كبيرة للسيطرة على عتمة العين المسببة للعمى. دشن يومي 15 و16 من أغسطس خزاني تجميع مياه في عد قشي وعد قبرو، شيد بتكلفة بلغت أكثر من 6 ملايين نقفة لضمان توفير مياه الشرب والسقي. وذكر المشرفان على أعمال البناء المهندس أبيل والدقابر والمهندس أبراهام دانييل إن الخزانين لهما إمكانية حجز مياه من 35,000 إلى 50,000 متر مكعب. وأكد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان لدى زيارته الخزانين أهمية بناء البنى التحتية لتخزين المياه للدفع ببرامج التنمية عامة والزراعية على وجه الخصوص، موضحا بأن الخزانات والحفائر البالغ عددها 124 في الإقليم الأوسط لها قدرة حجز مياه تصل ل 74 مليون متر مكعب. وذكر السكان استعدادهم لحماية الخزانين من الطمي والاستفادة من مياهها للتنمية الزراعية والمروية. وفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن شح المياه في عد قشي وعد قبرو كان يؤثر سلبا على حياة السكان. دعا السكان لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مقتلعي الأشجار في منطقة إنكواق بضاحية شباق. وأوضح السكان أن 220 من الأشجار الكبيرة البالغ طولها نحو 30 مترا وتم الحفاظ عليها لسنوات طويلة قد قطعت بالفؤوس بداية شهر أغسطس، مشيرين بأنه لو كانت اتخذت إجراءات صارمة ضد مقتلعي الأشجار لما حدثت هذه الظاهرة. وقال مسؤول مراقبة الثروة الغابية والحياة البرية في مديرية حقات السيد تخلاي في السهية إن أعمال اقتلاع الأشجار في جميع ضواحي المديرية انخفضت بفضل التوعية والمراقبة، وتتخذ إجراءات تصحيحية ضد الذين لا يزالون يقطعون الأشجار. وذكر عن ضبط حوالي 300 كنتال فحم في الفترة القريبة الماضية بتعاون قوات الدفاع وحرس الغابات، داعيا المواطنين لتعزيز التعاون للسيطرة على أعمال اقتلاع الأشجار. من جانبه أوضح مسؤول الثروة الغابية والحياة البرية في إقليم عنسب السيد دبساي والداي خلال لقائه ممثلي القرى ومدراء الضواحي وحراس الغابات في ضاحية الشباق إن الأعمال الجارية منذ عام 2019 بالتعاون مع أعضاء قوات الدفاع تحقق نتائج مرضية، مشيرا إلى معاقبة 120 مواطنا بالمال لاقتلاعهم الأشجار في الأشهر الستة الماضية.
تجري أعمال صيانة فاعلة للجسور المتضررة جزئيا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الثالث والرابع من أغسطس في مدينة تسني وضواحيها وفيضان نهر القاش بمشاركة السكان وقوات الدفاع وعمال المؤسسات الحكومية وشركات البناء. وأوضح مسؤول التنمية الفنية في مدينة تسني المهندس يعقوب علي أن الصيانة الجارية في الجسور الواقعة على خط بارندو تسني والطريق المؤدي إلى قلوج، وتنفذ أعمال الصيانة المدعومة بالآليات بوضع الاعتبار للمخاطر المماثلة التي قد تحدث مستقبلا. وأشار المهندس يعقوب إلى تفاهمات جارية مع الجهات المعنية لحل مشكلة البرك التي تعيق الحركة في موسم الخريف في شوارع مدينة تسني. تشهد مديرية دقة أنشطة حماية تربة وحفظ مياه والتشجير بمشاركة عمال المؤسسات الحكومية وشركة سجن للبناء. وقام أعضاء شركة سجن بغرس أكثر من 5000 شتلة معدة في مشات البارنتو وساوة وغردات. وأوضح مدير مديرية دقة سيد همد إيلا إن أنشطة التوعية المكثفة أسهمت في معرفة المجتمع أهمية حماية التربة وحفظ المياه والتشجير. نفذت مديريتي قلوج وعلي القاش برامج لإصحاح البيئة لدرء الأمراض الناجمة عن التلوث. وأوضح الكادر الصحي في بلدة قلوج تنفيذ كامل لبرنامج إصحاح البيئة بمبادرة السكان، وقد بلغت الأمراض المعدية والملاريا خاصة مرحلة السيطرة، ونفذت برامج إصحاح بيئة في العديد من مناطق مديرية علي القاش. وأوضح مسؤول الإصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاشبرك السيد عبد يعقوب إن أنشطة إصحاح البيئة المجتمعية خير وسيلة لمكافحة الأمراض المعدية. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. قتل 10 مدنيين وشرطي في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب على فندق يطل على البحر في مقديشو بعد تفجيرهم سيارة مفخخة أمامه، وفق ما أفاد مسؤولون وشهود. وأكد المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر إن قوات الأمن نجحت بعد 4 ساعات في استعادة السيطرة على فندق إيليت الواقع على شاطئ ليدو في مقديشو والذي هاجمه 5 مسلحين. وأضاف: قتل 10 أشخاص و5 مهاجمين وشرطي واحد من القوات الخاصة الصومالية. ولم يدلي المتحدث بأي تفاصيل عن عملية استعادة السيطرة على الفندق. وأفاد مسعفون أن الهجوم أوقع 28 جريحا على الأقل. وأكد شهود عيان أن الهجوم على الفندق بدأ بانفجار قوي ثم فر أناس من حرم الفندق حيث سمع إطلاق نار. وتبنت حركة الشباب الهجوم وفق مركز سايت لمراقبة المواقع الجهادية. وقالت الحركة في بيان إن مقاتليها سيطروا على الفندق في عملية استشهادية. تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني في الربع الثاني من العام بنسبة 7.8% بالمقارنة مع الربع الأول، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث أكبر اقتصاد في العالم، ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة كوفيد-19. ويأتي هذا التراجع الصادر عن المعطيات الأولية التي نشرتها الحكومة الاثنين بعد انخفاض بلغ 0.6% في الربع الأول من عام 2020 و1.9% في الربع الأخير من عام 2019، وهو يشكل بذلك بداية دخول البلاد في ركود. وهذا أول ركود في اليابان منذ عام 2015. ويحدد الركود بأنه انكماش لربعين متتاليين على الأقل لإجمالي الناتج الداخلي، وهو أيضا التراجع الأشد لإجمالي الناتج الداخلي الياباني منذ أن بدأ تسجيل البيانات المقارنة في البلاد عام 1980. وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم توقعوا تراجعا أقل بقليل نسبته 7.5%.
ما زالت حرائق الغابات بالقرب من لوس أنجلوس تستعر وسط تحذيرات صدرت من أن احتمال اندلاع حرائق جديدة وارد مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الرطوبة خلال موجة الحر على مستوى ولاية كاليفورنيا. واندلعت حرائق غابات هائلة أدت إلى عمليات إخلاء شمالي لوس أنجلوس، ومع ذلك لم تصدر أوامر إجلاء سكان جديدة. وتم احتواء الحريق بنسبة 12% فقط بعد أن هدد أكثر من 5400 منزل، وأدى إلى تفحم أكثر من 18 ميلا مربعا من الأشجار والنباتات. أعلنت السلطات أن سفينة البضائع اليابانية التي ارتطمت بشعاب مرجانية في موريشيوس الشهر الماضي مهددة بحدوث كارثة بيئية بحرية حول تلك الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي انشطرت. وقالت اللجنة الوطنية للأزمات في موريشيوس إن حالة السفينة MV واكاشيو تدهورت وانشطرت. وكانت السفينة قد ارتطمت بشعاب مرجانية في 25 من يوليو، مما أدى لتسرب نحو 1000 طن من الزيت الوقود وتعريض الشعاب المرجانية والأسماك والحياة البحرية الأخرى للخطر، فيما وصفه بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة بيئية بموريشيوس. وقالت حكومة موريشيوس إنه تم سحب معظم النفط من السفينة، ولكن ما زال 166 طنا من زيت الوقود بداخلها، وتعمل السلطات على إزالته. سيداتي وسادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.